دي هيلينا، وبتكون عايشة مع أبوها وأمها في كوخ صغير في مكان بعيد ومنعزل وسط الأدغال. وفي يوم بنشوف هيلينا ماشية ناحية الغابة، وبنشوف أمها بتنده عليها علشان ترجع للبيت، لكن هيلينا ما بتسمعش كلام أمها وبتكمل في طريقها. وبيضحك جايكوب اللي مستنيها علشان يعلمها الصيد، وبمجرد ما جايكوب بيشوف هيلينا بيقول لها إن أمها أكيد هتعاقبها علشان هي ما سمعتش كلامها. فهيلينا بتقول له إن هي متعودة على كده، وده عشان أمها دايما حزينة ومش بيعجبها تصرفاتها. فأبوها بيقول لها إن أمها مش هتقدر تكون سعيدة زيهم. وبعدها بتمشي هيلينا مع أبوها في الغابة، وبيعلمها أبوها إزاي تتعقب أثر الغزالة اللي هتصطادها النهاردة. وبيظهر إن هيلينا عندها مهارة عالية جدا في تعقب الأثر، وده لأنها بتقدر تحدد المكان اللي موجود فيه الغزالة بكل سهولة. فجايكوب بيديها البندقية علشان تصطاد الغزالة، فهيلينا بتمسك البندقية وبتستعد لإطلاق النار، بس الغزالة بتحس بوجود هيلينا وبتهرب من المكان. وبترجع هيلينا مع جايكوب للبيت، وبعدها جايكوب بيرسم لها وشم معين على دراعها، وده علشان تفتكر دايما المواقف اللي بتحصل لها وهي بتتعلم الصيد. وتاني يوم بتروح هيلينا مع جايكوب للغابة، ولكن المرة دي هيلينا بتقدر تصطاد الغزالة. وبيظهر ان جايكوب رسم لها وشم على شكل غزالة على رقبتها علشان هيلينا تفضل فاكرة اليوم ده وما تنساهوش ابدا. وبعدها هيلينا بتشوف جايكوب وهو بيشيل البندقية بتاعته جنب كوخ صغير جنب البيت، وجايكوب بيهزر بعدها مع بنته لانه بيكون فرحان جدا ان هي قدرت تصطاد الغزالة. وهيلينا بتلاحظ ان جايكوب مركب 3 أسنان معدن في بقه، وبتعرف منه انه فقد أسنانه الحقيقية اثناء رحلة صيد قديمة. وبالليل هيلينا بتكون نايمة وبتصحى على صوت جاي من بره الكوخ، فبتفتح الباب علشان تشوف مصدر الصوت ده. وهيلينا بتتفاجئ بديب قدام الباب، وجايكوب بيديها بندقية علشان تموت الديب ده، لكن هيلينا بتتردد ان هي تموته، وبتقول لأبوها ان الديب ده مش بيمثل مصدر تهديد ليها. فجايكوب بياخد منها البندقية وبيضربه بالنار وبيموته، وبيقول لها ان الديب كان مستني اللحظة المناسبة وكان هيهجم عليها وهيموتها. وبيقول لها كمان ان الانسان لازم يحمي عيلته من اي خطر بيهددها. وتاني يوم هيلينا بتجهز نفسها علشان تروح مع جايكوب في رحلة صيد، لكن جايكوب بيقول لها ان هو هيروح يصطاد النهارده لوحده، وان ده عقاب ليها علشان اترددت ان هي تقتل الديب امبارح. فبتفضل هيلينا مع امها في الكوخ مستنيه ابوها لما يرجع. وبعد شويه وقت بتتفاجئ هيلينا بشخص راكب موتوسيكل بيقف قدام الكوخ، وبيقول لها انه تايه جوه الغابه وتليفونه مش جايب شبكه في المكان، وبيطلب منها توريله طريق الخروج من الغابه. وفجاه بتظهر ام هيلينا وبتطلب من الشخص ده ان هو يهرب بيها هي وبنتها من المكان بسرعه. فبتتصدم هيلينا من اللي امها بتعمله وما بتكونش عاوزه تهرب معاها. وفجاه جايكوب بيظهر من مكان بعيد وبيضرب صاحب الموتوسيكل بالنار وبيموته. فبتركب ام هيلينا على الموتوسيكل وبتروح تهرب بيه، ولكن بتمنعها هيلينا وبتنده على ابوها علشان ينقذها من امها. فامها بتمسك حجر من الارض وبتضرب هيلينا على دماغها وبتفقدها الوعي، وبتاخدها على الموتوسيكل وبتهرب بيها من المكان بسرعه قبل ما جايكوب يلحقهم. وبعدها هيلينا بتفوق وبتلاقي نفسها في اسم الشرطه، وبيجي ضابط اسمه كلار وبيطمنها ان امها موجوده في الاوضه اللي جنبها، وبيعرفها ان هما الاتنين في امان. فهيلينا بتخرج من الاوضه وبتروح لامها وبتتخانق معاها علشان هي خدتها وهربت بيها من ابوها. فامها بتقول لها ان جايكوب ده مش جوزها، وان هو خطفها من 12 سنه وهرب بيها للغابه. وبتعرف هيلينا ان امها بعد ما خلفتها رفضت ان هي تهرب وتسيبها، لكن هيلينا مش بتصدق وبتتهمها ان هي كدابه. وبيجي كلارك وبياخد هيلينا وبيرجعها على اوضتها تاني. وبمجرد ما هيلينا بتدخل الاوضه بتدور على اي طريقه تهرب بيها، وبتتفاجئ لما بتلاقي العقد بتاع ابوها متعلق على فرع شجره قدام الشباك بتاع الاوضه. فبتعرف انه قريب منها وبتفتح الشباك وبتهرب من الاوضه وبتخرج للشارع وبتدور على ابوها. وبيكون جايكوب مستنيها في الناحيه التانيه من الشارع، فهيلينا بتجري عليه وبتحضنه. وفجاه قوات الشرطه بتحاصر المكان وبيطلبوا من جايكوب ان هو يسلم نفسه. فجايكوب بيودع بنته وبيقول لها ان هو يرجع لها تاني، وبيجري بسرعه وقوات الشرطه بتجري وراه وبتقبض عليه. وبتعدي 20 سنه وبنشوف هيلينا وهي بتشتغل في شركه كبيره. وبعدها بتروح هيلينا تجيب بنتها ماري من المدرسه، وبترجع على بيتها وبتلاقي جوزها ستيفن مستنيها. وبعدها بيروحوا حفله في الجامعه اللي ستيفن بيشتغل فيها، وهيلينا هناك بتقابل مجموعه من زمايل ستيفن في الشغل، وواحده منهم بتلاحظ الوشم اللي في رقبه هيلينا، فبتسالها هي رسمه في انهي محل. وبيكون واضح ان هيلينا مخبيه هويتها الحقيقيه عن كل اللي حواليها بما فيهم جوزها ستيفن. وبالليل بيكون جايكوب في عربيه الترحيلات علشان هيتم ترحيله لسجن تاني، لكنه بيتخلص من قيوده وبيهجم على الضابط اللي معاه وبيقتله. وبسبب الفوضى اللي بتحصل عربيه الترحيلات بتعمل حادثه على الطريق. وتاني يوم هيلينا بتكون راجعه من شغلها، ولما بتوصل للبيت بتلاقي الشرطه بيفتشوا كل مكان في البيت. وهيلينا بتتفاجئ لما المحققه بتقول لها ان ابوها هرب الليله اللي فاتت، وبتسالها لو كانت تعرف مكان ابوها فين. فهيلينا بتقول لها ان هي بقالها 20 سنه ما تعرفش عنه اي حاجه. وفي اللحظه دي ستيفن بيجي وبيكون مستغرب من اللي بيحصل، وبيتصدم لما بيعرف ان هيلينا خبت عنه هويتها الحقيقيه طول السنين اللي فاتت، وانها تبقى بنت
المجرم اللي كل وسائل الإعلام بتتكلم عن هروبه من السجن، وبيقرر ياخد بنته ماري ويمشي من البيت. وبالليل بيكون جايكوب مستخبي في مكان معين هو والمسجون اللي كان معاه في عربية الترحيلات، وبيجي واحد بعربيته وبيركبوا معاه هما الاتنين وبيمشوا كلهم من المكان. وتاني يوم الضابط كلارك بيزور هيلينا في البيت، وبنعرف انه اتجوز ام هيلينا بعد ما هيلينا وامها هربوا من جايكوب من 20 سنة، وانه احترم رغبة هيلينا لما رفضت تعيش معاه هو وامها، وساعدها انها تبدأ حياة تانية بهوية جديدة. وبنعرف ان هيلينا رفضت تزور امها طول السنين اللي فاتت، وحتى لما امها ماتت من 4 سنين هيلينا ما حضرتش الجنازة بتاعتها. وكلارك بيقول لهيلينا انه عرف من وسائل الاعلام بخبر هروب ابوها من السجن، واثناء ما هما بيتكلموا بيجي ضابط شرطة وبيكون معاه طلب استدعاء لهيلينا لمكتب التحقيقات. وهناك هيلينا بتعرف من المحقق ان ابوها مات في حادثة عربية وهو بيهرب من الولاية، وان العربية خبطت في شجرة والنار ولعت فيها وحرقتها بالكامل، وان الشرطة لقت جثة جايكوب وجثة ابوها ولكن الجثث كانت محروقة وملهاش ملامح، وانهم ما لقوش جثة الشخص الثالث اللي كان معاهم في العربية. وبتقول لها انهم اتعرفوا على جثة جايكوب من خلال ال3 أسنان المعدن اللي في بقه، ولكن بيظهر ان هيلينا مش مقتنعة بالكلام ده، وده لانها عارفة شخصية ابوها كويس، وعارفة انه ممكن يكون زي في حادثة موته علشان الشرطة تبطل تدور عليه. وبعدها هيلينا بترجع للبيت وبتتفاجئ ان جوزها ستيفن راجع للبيت هو وبنتهم ماري، وستيفن بيقول لهيلينا ان هو مسامحها على كل اللي حصل، لكنه كان بيتمنى انها تكون صريحة معاه اكتر من كده. فهيلينا بتقول له ان هي خافت ان هو لما يعرف حقيقة ابوها ما يرتبطش بيها. وبيجي الليل وهيلينا بتخرج مع ستيفن وبتحكي له كل حكايتها، وبتوري له كل الوشوم اللي رسمها ابوها على جسمها علشان يخليها تفتكر دايما كل مغامراتها في رحلات الصيد. فستيفن بيحضنها وبيواسيها وبيوعدها انه هيفضل جنبها مهما حصل. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتركوا في القناة، وانزلوا في التعليقات اكتبوا لي رأيكم. وتاني يوم هيلينا بتاخد جوزها وبنتها وبيروحوا يزوروا كلارك في بيته، وبيتفرجوا كلهم على صور هيلينا وهي صغيرة مع امها. وبالليل هيلينا بتكون نايمة وبتحلم بابوها، ولما بتصحى من نومها بتكون مش متأكدة اذا كانت بتحلم ولا ابوها كان موجود فعلا في البيت، وده علشان هي عارفة مهارات ابوها في التسلل والتخفي. وتاني يوم هيلينا بتلاقي اثار اقدام جوه البيت، فبتتبع الاثار دي لحد ما بتكتشف ان هي اثار اقدام بنتها ماري، وبتعرف ان هي كانت بتلعب قدام البيت من شوية. وبعدها هيلينا بتروح السوق علشان تشتري طلبات للبيت، وهناك بتقابل واحدة من جيرانها وبتتكلم معاها، واثناء ما هم بيتكلموا بتسمع هيلينا صوت الصفارة اللي ابوها كان بينده بيها عليها في الغابة زمان. فبتروح ناحية الصوت وبتشوف شخص من ظهره وبيكون شبه ابوها بالظبط، فبتمشي وراه لكنها بتتفاجئ ان الشخص ده اختفى وملوش اي اثر. فهيلينا بتحس بالخطر وبترجع للبيت، وبتحوط المنطقة اللي حوالين البيت بخيط رفيع جدا، وبتعلق فيه جرس وبتربطه بطريقة معينة علشان يبقى فخ لأي حد يقرب من البيت. وبالليل هيلينا بتقفل كل أبواب وشبابيك البيت، وبعد شوية وقت هيلينا بتسمع صوت الجرس اللي متعلق في الخيط اللي قدام البيت، فبتجري بسرعة على الدولاب بتاعها وبتطلع منه صندوق بيكون فيه حاجاتها القديمة، وبتاخد من الصندوق ده السكينة اللي ابوها اداها لها وهي طفلة. وبعدها بتخرج من البيت وبتروح ناحية الخيط، لكنها بتلاقي أرنب مقتول ومتعلق في الفخ اللي هي عملته بالخيط، فبتفهم ان في حد قتل الأرنب وبعدين علقه في الفخ. فبتقلق هيلينا اكتر وبترجع بسرعة على البيت. وفي الوقت ده بيكون ستيفن صاحي من نومه علشان يطمن على بنته، وبيتفاجئ بهيلينا جاية على البيت وفي ايديها سكينة، لكنها بتهدى لما بتشوفه وبتسأله عن ماري، فبيقول لها انه لسه خارج من اوضتها وان هي نايمة. وستيفن بيسألها عن الدم اللي في ايديها، فبتقول له انها سمعت صوت بره البيت وخرجت تشوف في ايه، لكنها اكتشفت انه ارنب مقتول. وبعدها بتتصل هيلينا بكلارك وبتحكي له كل اللي حصل، وبتقول له انها حاسه ان ابوها قريب منها جدا. فكلارك بيقول لها ان ابوها مات في حادثه عربيه وان دي مجرد اوهام في دماغها مش اكتر. ولكن تاني يوم هيلينا بتلاقي الدميتين بتوعها وهي صغيره موجودين في لعبه من العاب بنتها ماري، فهيلينا بتسال بنتها اذا كانت هي اللي جابت الدميتين دول من الصندوق، فبتقول لها ان هي ما جابتهمش. فهنا هيلينا بتتاكد ان ابوها كان موجود فعلا في البيت وان هي ما كانتش بتحلم لما شافته من يومين. وهيلينا بتاخد بنتها وبتوديها المدرسه، وبعدها بتروح لستيفن في الشغل وبتطلب منه يبقى ياخد ماري من المدرسه، وبتقول له ان هي هتعمل حاجه معينه هي مش هتقدر تقول له عليها دلوقتي، لكنها بتوعده لما تخلص هتحكي له عليها. وبعدها هيلينا بتاخد شنطتها وبتركب عربيتها وبتروح على الغابه، وبمجرد ما بتوصل هناك بتطلع قارب مطاطي من شنطتها وبتنزل بيه النهر، وبتفضل ماشيه في النهر لحد ما بتوصل عند مكان معين وبعدها بتنزل، وبنكتشف انها رايحه على الكوخ اللي كانت عايشه فيه مع ابوها وامها وهي صغيره. وهيلينا بتكون عارفه ان ابوها موجود في المكان ده، فبتفضل تدور عليه لحد ما بتلاقيه قدامها. فجايكوب بيقرب منها وبيبوس على دماغها وبيقول لها انه زعلان منها لانها ما كانتش بتزوره في السجن طول السنين اللي فاتت. فهيلينا بتساله هو ليه اقتحم بيتها، فبيقول لها انه كان عاوز يشوف حفيدته، وبيقول لها انه بيتمنى ان هي وبنتها ماري يجوا يعيشوا معاه في المكان ده. فهيلينا بتقول له ان ده مش هيحصل، وبتقول له انها عرفت ان هو خطف امها زمان، فبيكذب عليها وبيقول لها ان هو وامها كانوا بيحبوا بعض وانهم هربوا سوا
وبيقرروا يعيشوا في المكان ده. فهيلينا بتقوله ان هي عارفة ان هو بيكذب وبتطلب منه يبعد عنها وعن عيلتها. فجايكوب بيتأثر وبيوعدها ان هو مش هيقرب منها نهائي. فبتشكره هيلينا وبتسيبه وبتمشي. لكن وهي راجعة بتلاقي كلارك قدامها وبتعرف منه ان ستيفن جوزها اتصل بيه وحكاله على كل اللي حصل. وكلارك استنتج ان هي هتيجي على المكان ده علشان تدور على ابوها وهو جا وراها علشان يطمن عليها. لكن فجأة بيظهر جايكوب وبيفتكر ان هيلينا هنا علشان تعرف الشرطة مكانه. فبيطلع مسدسه وبيحصل بينه وبين كلارك تبادل اطلاق نار. لكن جايكوب بيكون اسرع من كلارك وبيضربه بطلقة في صدره وبيموته. وبعدها جايكوب بياخد مسدس كلارك وبيمسك هيلينا وبيرميها جوه حفرة عميقة وبيقفل عليها بالخشب وجذوع الشجر وبيقول لها انه هيروح يجيب بنتها ماري علشان تعيش معاهم هنا. فهيلينا بتستنى شوية لحد ما بتتأكد ان جايكوب بعد عن المكان وبعدها بتتسلق جدران الحفرة وبتخرج منها وبتجري على الكوخ اللي جايكوب بيشيل فيه بندقية القنص بتاعته وبتطلع البندقية وبتعبي الطلقات وبتجري بسرعة علشان تلحق جايكوب قبل ما يمشي من المكان. وبتشوفه في القارب بتاعها في النهر وبتضربه بطلقة لكن الطلقة بتيجي في المجداف اللي بيجدف فيه. فجايكوب بيرمي نفسه في النهر وبتروح هيلينا تدور عليه في كل مكان. وفجأة جايكوب بيخرج من بركة المية الصغيرة وبيضرب هيلينا بالنار في رجليها. فهيلينا بتقع على الأرض وبتتألم من الإصابة. فجايكوب بيروح لها وبيقول لها إن إصابتها سطحية وبيحط الكلبشات في إيديها وبيجبرها تروح بيها على مكان القارب بتاعها. وأثناء ما هم في الطريق بيمشوا من على منحدر عالي جدا. فهيلينا بتستخدم ذكائها وبتمثل إن هي بتقع من على المنحدر غصب عنها وبتتعلق في جذع شجرة وبتطلب من جايكوب ينقذها. وبمجرد ما بيقرب منها بتتعلق في رقبته وبتشد وبيقعوا هما الاتنين من على المنحدر بسرعة كبيرة جدا على بركة مية مليانة بالصخور وبيفقدوا الوعي. وبعد شوية وقت هيلينا بتفوق وبتلاقي المسدس اللي جايكوب أخده من كلارك قريب منها. فبتستجمع قوتها وبتحاول توصله. لكن في اللحظة دي بيفوق جايكوب وبيمسكها من رجليها علشان يمنعها من الوصول للمسدس. لكنها بتضربه وبتقدر توصل للمسدس وبتمسك المسدس وبتقوله إنها اتعلمت منه إنها لازم تحمي عيلتها من أي خطر وبما إنه هو الخطر اللي بيهدد عيلتها فلازم تتخلص منه. فجايكوب بيحاول يهديها وفي نفس الوقت بيطلع مسدسه لكنها بتكون أسرع منه وبتضربه بطلقة في دماغه وبتموته. وبعدها هيلينا بتركب القارب بتاعها وبتمشي وبترجع علشان تكمل حياتها مع جوزها وبنتها. وبيخلص الفيلم. ولو عجبك الفيلم اعمل لايك واشترك في القناة واكتب لي رأيك في الكومنتات. يلا سلام.